بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد أجمعين. نزلت السوق النهاردة، صحيت بدري قلت شوية نشاط ننزل أمشي رجلي شوية. ما شاء الله القوطة نزلت اهي ب10 جنيه. جبت فلفل، برضو فلفل بلدي جميل اهو، نعمل شوية محشي. الخضرة كمان ما شاء الله برضو نزلت ما شاء الله، دول كده ب2 جنيه. يعني الحمد لله الدنيا هدت شوية. دي قرص قربت بقى، كل سنة وانتم طيبين، الشتاء وجمال حاجة الشتاء. الجرجير جميل برضو، 5 ب2 جنيه. حاجة الحمد لله نزلت شوية، الحمد لله يا رب، ربنا يروق الدنيا. ملوخية جميلة بلدي ما شاء الله، كيلو ربع ب10، حلو الحمد لله. بدنجان الأبيض جميل حلو بتاع المحشي كده جميل، برضو كيلو ونص ب10. الرز برضو نزل ب24 جنيه، بس الرزاية نضيفة. بس الفراخ النهاردة اللي غالية، اللي رجعت ترفع تاني، الكيلو ب80 جنيه. فالواحد كده كده بدل بقى كده نجيب لحمة أحسن، بقت أوفر من الفراخ إن شاء الله. بس حد الحاج ينزل يجيبها، وبألف هنا وشفا. نخلص بقى ونفرجكم إن شاء الله وإحنا بنتغدى، وربنا يرزق الجميع ويطعم الناس كلها يا رب. وصباحكم زي الفل والهنا والسعادة. هنخلص واكلمكم وارجع لكم تاني. كده حطينا بقى الزيت اهو، عشان طبعا المحشي بيتقلله بزيت. البصل البصل خلاص اهي دبلت. دبلت اهي. طبعا المحشي بيحتاج زيت كتير، والبصلة بتاعته فيها زيت كتير، بتخلي الرزاية مفلفلة وحلوة. خد صباعك كده، ما تشيلش صباعك كده. نحط ايه، فلفل اخضر على البصلاية. كده بحاجة مش منه حاجة، زي ما هو كده. زي ما انت حط كمان بص بقى السمسم كده بتاع المحشي حلو قوي، بنكهة كده. احنا مش كتير، 3-4 فصوص بس، مش هنكتر. مساعدة فوق شوية. ايوه كده، ايوه كده حبيبي اهو. بس خلاص 4 فصوص هما كده. بصوا بقى البصلة دي بتخلص دي شوية شطة، على شوية ملح، على مرق الدجاج، على توابل 7 بهارات، ومعاهم ريحة سكر بسيطة قوي. نحطهم مع البصلة، بيدي نكهة حلوة قوي. التوابل كده ريحتها بتطلع مع البصلاية. عشان ما اطولش عليكم هرجع لكم. كده خلاص البصل اهي. انا ما بحبش احمر بصل قوي. بصوا كده حلوه قوي اهي، حلوه قوي كده، عشان تبقى ليها طعم مع وما بستعملش الصلصه. كنت الاول بستعمل الصلصه، دلوقتي لا. واحط حبه توته كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسيبهم ياخدوا يدوا في البصلايه شويه. القطه النهارده جميله حمرا وحلوه كده. تمام اهو كده خلاص. وهسقط الخضره وهسقط الرز. انا بحب التسبيكه تبقى حلوه كده في المحشي، ما تبقاش قليله. هسيب الرز بس دقيقتين كده على النار يشرب الميه بتاعته. كده حلو قوي 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 كده تمام. بس بقى ونرجع في الاخر نخلص خالص بقى. طبعا حشو المحشي مش محتاج نتعبكم معانا فيه ونطول عليكم. هخلص كده خلاص دقيقه كمان واطفي عليه. ونحط بقى في قعر الحله من تحت حتت فلفل من اللي انا مقطعاها،
ومعلقتين صلصه، وخلاص على كده تمام باذن الله. خلص واكمل كده. خلاص هرص. طبعا انا بحط شويه تسبيكه من اللي انا حطيتهم في الاول في الحله من تحت، بيدي طعم حلو قوي. وبحط شويه على الحله من على الوش، والفلفل اللي مقطعت منه كده فلفلايه ونحطها برضو اللي هو حته وش الفلفل من فوق، ونرصها كده بقى. وان شاء الله هوريها لكم بعد ما نخلص خالص باذن الله. كده خلاص خلصنا المحشي اهو بألف هنا وشفا. وكمان الفلفل والباذنجان. ونتقابل في فيديو جاي، وصلوا على الحبيب المصطفى.